ماذا لو استنسخوا المسيح؟ يا ترى هنكون قدام الدين ولا تجربة علمية؟ وهل مجرد امتلاكنا للحمض النووي للشخص اللي عاوزين نستنسخه ده كافي انه يخليك تصنع نسخة منه؟ ولا الموضوع أعقد من كده بكتير؟ طب هم هيجيبوا الدي ان ايه للسيد المسيح منين؟ ولو نجحوا في إعادة جسده هيعملوا ايه في فكرة الوعي والروح؟ قصة ليها أبعاد كتير هنفتحها النهاردة على باب الحقيقة، جذور الفكرة. عشان نفهم القصة محتاجين نرجع ورا شوية. فكرة انتظار عودة المسيح مش جديدة، ففي التراث اليهودي طول الوقت هم دايما في انتظار عودة مخلصهم المسيح بتاعهم. مرة سنة 1000 وما جاش، فتجدد الميعاد سنة 1900 وبرضه ما ظهرش. هنا نط في بالهم سؤال: هو احنا مفيش قدامنا غير الانتظار؟ ولا احنا نقدر نعمل حاجة نسرع بيها العملية؟ هنا بقى يجي الكلام على النصوص الدينية القديمة بتاعتهم. اسمع يا سيدي، في التنبؤات التوراتية في شرطين مهمين لإعادة بناء الهيكل. الشرط الأول طقوس أو تعليم البقرة الحمراء اللي موجود عندهم في سفر العدد الإصحاح 19. التعليم دي بتقول إيه؟ بتقول عشان اليهود يقدروا يدخلوا ساحات المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه وبناء هيكلهم الثالث لازم يتطهروا من دنس الموت. إيه دنس الموت ده؟ وهو إنه يكون لمس واحد ميت، مشي في جنازة ميت، عدى جنب ميت. بس ما انتوا بتدخلوا كل يوم ساحات المسجد الأقصى. ما الإسرائيليين اللي بيدخلوا ساحات المسجد الأقصى عند طائفة الحرديم المتدينة عندهم بالنسبة لهم متطرفين، فأنت لازم تتطهر من دنس الموت عن طريق رش دم البقرة الحمراء دي مخلوطة برماد هيكلها اللي هيحرقوه بعد ما يذبحوها. والطقس الخزعبلي ده ما وقفش عند هنا وبس، دول عملوا شروط للبقرة الحمراء دي صعب انها تتجمع في بقرة واحدة، صعبوا على نفسهم قوي. فمن ضمن الشروط انها تكون بقرة شعرها احمر خالص، ما فيش في جسمها خصلتين بلونين مختلفين، عمرها ما يزيدش عن 2 سنين، ما تكونش اتجوزت ولا خلفت ولا تم استخدامها في اعمال حلب او حرث، وتكون اتولدت في فلسطين واتربت في القدس. ده انتوا لو جبتوا الشيخ اللباني مش هيقدر يجمع لكم المواصفات دي. ولما يأسوا من ان هم يلاقوا البقرة دي في فلسطين لجأوا للهندسة الوراثية واشتغلوا على المشروع ده في ولاية تكساس في أمريكا، وقدروا يخلقوا 5 بقرات بالمواصفات دي ونقلوهم في الحفا لإسرائيل، بحيث البقرة اللي تكمل بقية الشروط يبدأوا بها الطقس المزعوم. القصة اللي كانت سبب في طوفان الأقصى 7 أكتوبر. أما تاني شرط فهو اللي قلناه في حلقة إيران عدو اليوم منقذ الأمس، الشرط اللي موجود في سفر دانيال واللي بيقول كسر قرني الكبش. كسر قرني الكبش ده اللي فسروه بأنه السيطرة على مملكة فارس، وده اللي شغالين عليه دلوقتي، حرب إيران وأمريكا وإسرائيل. بس بما أن الشرط ده مش عارفين ياخدوا معاه لا حق ولا باطل ولا قادرين يسيطروا عليه، قالوا بقى ما بدهاش، نرجع احنا المسيح. طالما السيد المسيح مش عاوز ينزل نعمله احنا. وهنا نيجي لفكرة استنساخ المسيح المنتظر. علامة المنتظرة قد ظهرت، لقد حان الوقت. استعدوا لبناء الهيكل الثالث وهدم الأقصى وظهور المخلص. في سنة 2001 أعلنت طائفة دينية اسمها الرائليون إن هم عاوزين يستنسخوا أول إنسان، وبالاشتراك مع شركة كولونايد اللي بتشتغل معاهم أعلنوا في 2002 إن هم قدروا يستنسخوا أول طفل بشري. القصة بدأت لما طفل كان عنده 10 شهور مات وهو بيعمل عملية قلب خطيرة. هنا طلب أبوه وأمه منهم إن هم عاوزين يستعيدوا ابنهم، فقامت الشركة دي اشتغلت على المشروع ده بدون تصريح في الخفا عن طريق إدخال الدي ان ايه بتاع الطفل ده في بويضة منزوعة النواة وزرعها في رحم الأم تمهيدا للحمل. وبمجرد ما تم إعلانهم عن بدء المشروع ده استقبلوا طلبات من مئات الأهالي اللي عاوزة ترجع اللي فقدوه، وده على حسب الروايات الإعلامية وقتها
بس الغريب ان هم بالرغم ان هم اعلنوا استنساخ اول طفل، الا انه لحد النهارده محدش عارف ولا هم قدروا يثبتوا هو فين ولا مين، ولا يقدموا اي دليل علمي ولا تحليل DNA يقول ان الطفل ده هو اللي استنسخوه. عشان كده المجتمع العلمي رفض كلامهم ده، ولما وصل الكلام ده للحكومة الأمريكية طلب أعضاء من مجلس النواب إن الشركة دي ما تقومش بأي مشروع ولا تشتغل في الملف ده بدون تصريح. وفي نفس الوقت كان جورج بوش شغال مع الكونجرس في تشريع وسن قوانين تحرم الاستنساخ البشري. فيا ترى التشريع ده طلع للنور ولا كملوا في المشروع؟ ولو كملوا في مشروعهم يا ترى هيجيبوا DNA للسيد المسيح منين؟ وثائق جديدة تكشف جانبا آخر من حياة جيفري إبستين المظلمة. أظهرت مراسلات إلكترونية بين جيفري إبستين وباحث يعرف نفسه بالعالم المجنون خطة لتمويل مشروع مثير للجدل لإنتاج طفل مصمم وراثيا والاستنساخ البشري لاحقا. كنا وقفنا عند هيجيبوا DNA بتاع السيد المسيح منين عشان يقدروا يستنسخوه. قالوا لك أصل إحنا لقينا آثار دم في الكفن المقدس تقريبا بترجع للسيد المسيح، والآثار دي اللي هنشتغل عليها. طب إيه اللي يثبت إن الآثار دي بتاعت السيد المسيح؟ طب لو الدم ده مش للسيد المسيح هتستنسخوا مين؟ الجماعات اللي بتدعم الفكرة دي وبتصرف عليها بتبرر تبنيها للمشروع ده بإن المسيح هو اللي دعا قومه بطريقة رمزية إن هم يستنسخوه بعد وفاته. بس أنا عاوز أقولك إن فكرة استنساخ المسيح دي فكرة في حد ذاتها بتتعارض مع معتقد الثالوث المقدس ومع المفهوم التقليدي لعودة المسيح الطبيعية. طب لو افترضنا إن آثار الدم دي طلعت للسيد المسيح، وإن هم قدروا يقنعوا الطوائف الدينية بمشروعهم ده، وإن هم فعلا قدروا يستخلصوا الحمض النووي من الآثار دي، فمنين هيلاقوا فتاة عذراء بمواصفات ستنا مريم عشان يزرعوا في رحمها البويضة المخصبة بالحمض النووي بتاع السيد المسيح؟ ده كده هيحتاجوا يستنسخوا ستنا مريم أصلا، ولف بينا يا لمونة ودوخيني يا لمونة. الموضوع كل ما يحاولوا يمسكوه يفلت منهم أكتر. وهنا مش هقولك ماذا لو نجح المشروع ده، لأنه مستحيل دينيا وعلميا إن هم يقدروا ينفذوه. لكن السؤال إيه اللي هيحصل لو قدروا يقنعوا العالم إنهم نجحوا في مشروعهم ده؟ إحنا كده بنتكلم إن العالم هيدخل في فوضى دينية وسياسية وأخلاقية ملهاش نهاية. ده الأخطر إن اللي هداهم تفكيرهم في استنساخ المسيح مش ممكن يجي على بالهم استنساخ الدجال أو يأجوج ومأجوج، طالما يعني متصربعين على نهاية الكون. ساعتها مين فينا هيصدق ومين هيكذب عينيه؟ استنوني في فتنة جديدة، قصدي في ملف جديد وباب تاني نفتحه سوا في باب الحقيقة مع ريهام. سلام.